اسكو عمرك سقسيتي روحك علاش كل ما تجري مور كاش واحد يبعد عليك اكتر، وعلاش كاين بعض الناس ما يبدلوا حتى مجهود ومع كل هذا الكل يبغيهم ويقرب منهم؟ والسر هنا ما راهوش في الجمال وماشي في الحظ، السر في الطريقة اللي تتعاملي بيها مع الناس. واليوم راح نعطيكم خطوات تخلي أي شخص يحترمك ويولي هو اللي يبحث عليك. مرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم، وجسبر تكونوا لاباس. أنا لاباس الحمد لله، ويلا نبداو الفيديو. أول حاجة، توقفي عن ملاحقة الناس. كل مرة تبعثي رسالة ولا تعيطي ولا ما تبقاي تبرري للناس وتبيني اهتمام أكثر من اللازم، راكي تعطي انطباع أنك خايفة تخسريهم. والناس بطبيعتهم يقدروا الشيء اللي ما يجيش بسهولة، ويقيموا الحاجة اللي تقيم روحها، يقيموا الإنسان اللي يقيم روحه. هذه هي طبيعة الناس ويلق تفهميها. تاني حاجة، خلي عندك حياتك الخاصة. اهتمي بنفسك، اهتمي بصحتك، بالرياضة، بالقراءة، بأهدافك وبعائلتك. والشخص اللي عنده حياته بلان وحياته معمرة مش خاوية، الناس هي اللي تحب تكون جزء منها وتبغي تفهم ما واسمع عندك واسمع كي ديري، ماشي كما هذاك الشخص اللي حياته مفتوحة والباب محلول، اللي جاي يدخل ويعرف واش راه يدير وما عندهش حاجة يديرها، حياته فيد. ثالث حاجة، ما تكونيش ديسبونيبل 24 ساعة. ما لازمش تردي في نفس الثانية دائما. وجودك لازم يكون عنده قيمة، مش لأنك تتجاهلي الناس، ولكن لأن عندك أولويات. رابع حاجة، تعلمي تقولي لا. البنت اللي توافق على كل شيء غالبا ما ياخدوهاش بجدية، والاحترام يبدأ لما تعرفي انتي حدودك. خامس حاجة، اهتمي بنفسك، اهتمي بملابسك، بنظافتك، بأسلوب كلامك، وبابتسامتك. وهذه تعطي انطباع أنك تقدري نفسك، والناس عادة تعاملنا بالطريقة اللي نشوفوا بها أنفسنا. سادسا، ما تحاوليش ترضي الجميع. مهما درتي راح يكون الناس ما يعجبهمش اسلوبك، سما وسما ديري. كاين تلقاي ناس ما يعجبهمش اسلوبك، ما يعجبهمش، المهم تلقاي ناس ما يهضروا. الوغ ركزي على روحك، وركزي على انك تكوني نسخة محترمة من نفسك، مشي نسخة ترضي بها الجميع. سابع حاجة، خلي الغموض الجميل. ما تحكيش كل تفاصيل حياتك لكل شخص. الاحتفاظ ببعض الخصوصية يخلي الناس الفضوليين بطريقة صحية. ثامن حاجة، احترمي نفسك أولا. إذا سمحتي لأي شخص يقلل منك أو يتجاوز حدودك راح يكررها. ألغ الاحترام يبدأ منك انتي. وديري في بالك حبيبتي، الشخص اللي يركض وراء رضا الناس غالبا يخسر نفسه، أما الشخص اللي يطور نفسه ويحترمها الناس هي اللي تدور عليه. خلي هدفك ما يكونش أن الجميع يبغيك وأنه تخلي قاع الناس ترضى عليك، بل أن الجميع يحترمك. ونتمنى يعجبكم السيجي تاع اليوم، واذا عجبكم ما تنساوش ديروا لي جيم وكومونتير شباب كيفكم، واشتركوا في القناة بيان سور فضلا وليس امرا. وقولوا لي في الكومونتير
واسمه هو السوجي اللي نحكي لكم عليه. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، وتهلاو لي في رواحتكم. باي باي.